ده كان يوم أزرق يوم ما اتجوزتك يا شيخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن معادلة sum if. أحيانا بيبقى عندك مشروع وعايز تعرف المنتج ده جاب لك قد ايه أرباح، أو عايز تعرف يوم معين ليه مثلا ذكرى خاصة عندك جه في اليوم ده أرباح قد ايه. مثلا اليوم ده مثلا يوم عيد ميلادك، يوم عيد جوازك، اليوم بتاع تحرير سينا، أيا كان اليوم. فانت مش هتقعد تجمع يدوي الارباح كانت في اليوم ده قد ايه، ولا الارباح بتاع المنتج ده قد ايه. الموضوع كله بمعادلة بسيطة من خلال سام اف، من خلال برنامج الاكسل تقدر تعرف المنتج ده جاب لك ارباح قد ايه، وبرضه تقدر تعرف اليوم ده كان فيه ارباح قد ايه. معاكم كمال ابراهيم، ودي قناتكم قناة مشروعك. ان شاء الله هنعرف النهاردة المعادلة دي وازاي تعرف الارباح بتاعتك في يوم معين او منتج معين، وبرضه نعرف حكاية ام احمد وابو احمد. طيب نفتح ملف الاكسل، الداتا بتاعتنا جاهزة، هي مبيعات والمصروفات، وعلى فكرة كان التاريخ موجود وانا حسبت الارباح. الداتا دي من عند الكشك بتاع ابو احمد، عطاني المبيعات والمصروفات، قعد يحسبها مانوال على ايديه، وقال لي انا بتعب عقبال ما اقعد احسب الكلام ده، فقال لي شوف لي طريقة. قلت له هعمل لك برنامج بسيط كده اهو على الاكسل، وتعرف من تعمل بالمعادلة بتاعته دي ازاي تعرف الأرباح والتاريخ بتاع كل يوم الربح بتاعه كان فيه قد ايه. قال لي بس خدي بالك أنا في يوم معين عايز أشوف الربح بتاعه قد ايه، اليوم ده يهمني أوي، ويا ريته ما سأل. نيجي للموضوع بتاعنا التاريخ. احنا نشوف مبيعات شهر 6. جميل. مش شهر 6، شهر 5. فاحنا هنكتب الشهر الأول بتاعنا، وبعد كده اليوم، وبعد كده السنة. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الشهر بتاعنا، وبعد كده اليوم، وبعد كده السنة. طب ليه نكتب الشهر قبل اليوم؟ اللابتوب بيبقى شغال بالنظام الأمريكي، بيكتب الشهر قبل اليوم. بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة في حاجة زي كده. طب هنعمل إيه؟ هنعمل سيلكت للاتنين دول، وعند علامة الزائد ننزل تحت لحد ما نوصل ل 31. 31 كام يا معلم؟ 31 5، وشهر 5 31 يوم. حلو الكلام، حلو الكلام. نيجي للأرباح. الأرباح بتساوي إيه؟ تساوي المبيعات ناقص المصروفات. تطلع لنا كام؟ 108. برضو علامة الزائد وعلامة ونسحب لحد ما ننزل لكام؟ لآخر إيه؟ لآخر صف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب هنطلع تاني؟ لا مش مهم دلوقتي. نعمل إيه بقى؟ عايزين نعرف اليوم الجميل بتاع أخونا أبو أحمد. عايز يعرف يوم 29/5 كانت المبيعات قد إيه. هنعملها ازاي دي؟ عن طريق سم اف. طبعا بنعمل سيلكت للتلات خلايا دول، نعمل ميرج سنتر عشان يدوا ايه تحديد كده مع بعض، ويساوي، والسم اف اللي هو الموضوع بتاعنا النهارده الت وشيفت عشان تقلب انجلش. سم اف الرينج بتاعنا اللي هو التاريخ. طيب التاريخ بتاعنا من امتى؟ نروح رايحين هنا كنترول شيفت سهم، لا من هنا كنترول شيفت سهم عشان جايب التاريخ معايا. كده حطيت لي ايه؟ من جي 6 اللي هو أول يوم لكام؟ لجي 31. حلو. نيجي الكرايتيريا بتاعتنا هو يوم 29/5، ده اليوم المميز عند أبو أحمد. ونيجي للسم رينج، نقف هنا كنترول شيفت سهم لتحت، جبنا البيانات كلها، سهم هنا اهو، قوس هنا اهو، والانتر بتاعتنا الجميلة طلع لنا -50. خدت الداتا دي كده اهو ووديتها له، وقلت له وشرحت له ازاي يعمل الكلام ده، ووريته اليوم المميز بتاعه. طبعا عملت له حاجة زيادة برضو عشان تكونوا في الصورة. عملت هنا سيلكت للكلام ده كله، وحطيته كنترول تي جدول ماي تيبل هاز هيدرز، وبعدين حددت الصف ده كنترول شيفت سهم سفلي يحدد الدالة كلها، البيانات كلها، all borders، والجردل الجميل بتاعنا نخليه أبيض، والصف الجميل بتاعنا ده نخليه في النص،
ممكن كمان كنترول شيفت سهم سفلي، حددنا الدالة دي البيانات دي. عند الكونديشنال فورماتنج نعمل حاجة اسمها color scale، خلي اللون الأخضر هو لون الأرباح واللون الأحمر هو لون الخسائر أو المكاسب الضئيلة اللي هي المكاسب الصغيرة. نضغط على ده طلع لنا، هتلاحظ هنا إن 108 برتقالي، 227 أصفر، 538 أخضر. يعني هو السيستم بيحسبها، بيشوف إيه الأفريج بتاع الكلام ده ويجيب فوقيه. حلو الكلام. طيب ننزل على -50 ديت اللي هو اليوم ده. إيه اليوم ده؟ اليوم ده كان يوم مميز عند أبو أحمد. طب ليه يوم مميز عند أبو أحمد؟ لما سألته قال لي كان يوم جوازي، يوم جوازه. جيت تاني يوم قابلته وسألته إيه اللي حصل، قال لي ده كان حتة يوم يا هندسة. تقول له إيه اللي حصل يا أبو أحمد؟ قال لي قعدت بقى مع مراتي ووريتها البيانات بتاعتنا بتاع شهر 5 واليوم بتاع عيد جوازنا. قالت له دي علامة إن إحنا ما نكملش مع بعض. وقلت له إيه اللي حصل بعديها يا أبو أحمد؟ قال لي لا ما تقلقش، قمنا صلينا ركعتين لله وقلنا لو ما كانش 2026 يوم مميز لينا في المبيعات يبقى 2027 إن شاء الله هيكون يوم أحلى. شفنا مع بعض إزاي نحدد بيانات يوم معين، ونفس الطريقة لو حبيت تحدد بيانات أو أرباح منتج معين. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن sum ifs. sum ifs إن أنت ممكن بدل ما تحدد حاجة واحدة بس، يعني مثلا احنا حددنا يوم اللي هو يوم 29/5 بتاع أبو أحمد الله يديله الصحة، ممكن نحدد حاجتين مع بعض. مثلا يوم 29/5 والكاكولا كانت في اليوم ده اللي اتباعت قد ايه، يبقى انا حددت المنتج وفي نفس الوقت الايه اليوم. ازاي الاتنين دول مع بعض؟ عن طريق معادلة sum ifs. تمام، ان شاء الله هناخدها الحلقة الجاية. اشوفكم على خير، كان معاكم كمال ابراهيم. لو الفيديو عجبك ياريت تضغط لايك وشير، لو في اي تعليق على المحتوى ياريت تسيبهولي في التعليقات تحت. اشوفكم على خير في قناتكم قناة مشروع.